انا حزين على اللي انا وصلت له والله العظيم بجد. يعني الكلام عاجز، انا مش عارف اصلا انا طالع اقول ايه. بس يكفيني ان النهارده عندي 2 ديربي، واحد محلي زمالك واهلي اتفشخت فيه، والتاني اوروبي ليفربول وسيتي. واللي ما يعرفش انا بشجع ليفربول. فانا طالع عايز اقول اطرش كلمتين، وسامحني بقى في الالفاظ اللي هقولها، وسامحني في نبره الصوت الحزينه، وسامحني عامه لان انا ما لساني عاجز عن الرد عن فرقي اللي انا بشجعها مبدئيا كده. يعني مفيش اي زملكاوي كان يتوقع ان الزمالك النهارده هيكسب، ده طبيعي ومنطقي لان الزمالك بيعاني من ظروف ماديه ومعنويه واجتماعيه وزوجيه وكل الظروف اللي انت عايز تقولها قول. وكابتن احمد فتحي قبل الماتش قال لك هو ليه الزمالك بيتحجج دايما وعنده اعذار؟ لا يا كابتن احمد، الزمالك لازم يكون عنده اعذار لان الزمالك غير مدعوم بماده ولا باستقرار ولا باي حاجه، على عكس ناديك الموقر اللي عنده ما شاء الله كل عوامل النجاح. فما تجيش تقول لي ليه الزمالك عنده دايما حجج واعذار، لان الزمالك دايما مفشوخ والناس جايه عليه، والزمالك دايما ما عندوش استقرار وما عندوش ماده وما عندوش اي حاجه. بص يا باشا على سكواد الزمالك واتفرج على سكواد الاهلي وهتعرف الفرق. احنا احسن لعيبه عندنا مع كامل احترامي طبعا ناصر ماهر. هل ناصر ماهر برضو مع كل احترامي لناصر ماهر، هل ناصر ماهر ده لعيب يتحط توب 5 او توب 6 في الافضل في الدوري؟ مش هقول لك بقى في مصر، في الدوري. الاجابه لا. هل ناصر ماهر لعيب وحش؟ لا مش لعيب وحش، ولكنه لعيب ما عندوش الانتاجيه الكفايه اللي هي تكسبك دوري او تكسبك قدام الاهلي او الفرق الكبيره. فخلينا نتكلم بصراحه، سكواد الزمالك ما يكسبكش لا قدام اهلي ولا قدام بيراميدز. والله احنا حتى قدام بيراميدز يعني حاولنا كده. كابتن احمد عبد الرؤوف ربنا يمسيه بالخير وكتر خيره، الراجل حاول يقفل على نقط قوه بيراميدز ووصلنا للتعادل ضربات جزاء. عواد كالعاده في ضربات الجزاء بيتالق. انا كنت بامل قدام الاهلي ان انا احاول اتماسك واوصل مع الاهلي ضربات جزاء واكسب واطلع عظيم، ولكن شتان الفارق. يعني فرقه عندها لعيبه منتخب مصر تما، محمد هاني، زيزو، تريزيجيه، اقعد بقى عبي، مروان عطيه، عبي بقى في شويه اللعيبه اللي كلها بتلعب اساسيين في منتخب مصر. انا عندي في الزمالك في كام لعيب اساسي في منتخب مصر؟ الاجابه على حسب ما انا فاكر ولا واحد. مين في الزمالك بيلعب اساسي منتخب مصر؟ احسن لعيبه عندي في الزمالك شحاته ما بيلعبش اساسي في منتخب مصر، عمر جابر ما بيروحش منتخب مصر، الونش ما بيروحش منتخب مصر، حسام عبد المجيد احتياطي منتخب مصر، يعني محمد عواد، اللعيبه اللي قدام كلها، ناصر ماهر، وكل اللعيبه دي كلها ما حدش في منتخب مصر. فالخلاصه يا عزيزي، احنا كنادي الزمالك بنغرق من قبل ما نلاعب الاهلي، وبعد ما لعبنا الاهلي اتحرق دمنا لانك بتخسر قدام المنافس التقليدي التاريخي بتاعك اللي انت دايما حتى وانت وحش يبقى عندك نوع من انواع الامل كده اللي هو انت عايز تأدي كويس تكسب بتاعه. ولكن الانهزاميه اللي احنا وصلنا لها ان احنا داخلين الماتش بنقول ربنا يستر ما نترقعش سكور، والحمد لله ما ترقعناش سكور، عاملين لي حاله من حالات الحزن. لان انا كده الفرق بيني وبين الاهلي ما بقاش فرق بسيط ويا رب اكسب الاهلي وكده، لا ده يا رب ما اخسرش من الاهلي سكور. وطبعا بقى السوشيال ميديا بقى في الاهلي اتفرج بقى على التحفيل واتفرج بقى يقول لك انتوا من امتى كنتوا منافسين، وانتوا من امتى كنتوا، وانتوا كلام وسخ يحرق الدم، وانت في الاخر مالكش عين تتكلم خلاص. ما هو عشان تتكلم بعين وبحميه لازم يبقى عندك فرقه على الاقل لما تخسر تأدي اداء كويس، انما انت بتخسر وبتأدي اداء زي الزفت. فبالتالي يا صديقي العزيز، الحزن يعني لا نعبر عنه بالكلمات وانما نعبر عنه بالملامح ونبره الصوت اللي طالعه دي. مش عايزين نقول كلام اكبر من الموقف، لان الموقف ما اكذبش عليك يعني موقف ويحسسك ان احنا خسرانين في الحرب العالميه الثانيه، والحقيقه انت خسران ماتش كوره، بس انت يعني عندك حميه ناحيه النادي اللي انت بتحبه ونفسك تشوفه كويس. كلكم بقى واللي عمله جماهير الزمالك مع زيزو كوم تاني. بصوا يا جدعان نتكلم بره الكوره بقى، فكره ان انت تشتم لعيب مشي من عندك لمنافس بابشع الالفاظ وتجيب سيره بيته وتهتك عرضه بالمنظر ده شيء غير مقبول اطلاقا. تمام. هتقول لي يا عم انت مالك؟ هقول لك مع كامل الاحترام يا معلم، انت هتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى. لما تيجي تتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى هتقول لربنا ايه؟ ده مشي من الزمالك وراح الاهلي تعارضه، وهيجي يوم من القيامه ياخد من حسناتك وهتطرح من سيئاتك، وهيجي يوم القيامه هياخد من حسناتك انت، هو اللي كسبان مش انت خسران دنيا واخره، عمال تحرق في دمك وفي صحتك وتشتم وتزعق وعروقك نفره من رقبتك قد كده، ادي دنيا، وخسران اخره لانك هتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى على هتك العرض والشتيمه وقله الادب. يا جماعه بعد اذنكم، انت ممكن تحفل على لعيب، تضحك على لعيب، توتره نفسيا، لكن تخش جوه بيته تشتم في عرضه وبابشع الالفاظ وتجيب سيره والدته ووالده، يا جماعه والله العظيم انا زملكاوي اهو بقول لك ده شيء مش مقبول، مؤذي. يعني انا بتخيل نفسي بلعب كوره ورحت جماهير فريق منافس عملت معايا كده، يا جماعه بجد والله يعني انا ايه اللي خلاني استحمل كده؟ يعني ايه اللي خلاني استحمل شويه ناس بره بتشتم في مراتي وفي عيالي وفي ابويا وامي؟ عشان ايه؟ عشان الكوره؟ مش عارف اقول ايه بصراحه. فنهايته يا صديقي
صديقي الزمالك بيغرق ومحتاج فلوس ومحتاج صفقات، وكالعاده سيناريو انفينيت لوب اللي هي اللوب اللي ما بتقفش دي. الزمالك يا باشا كل سنه عايز يغير فرقه، فمين بقى هيجيب للزمالك فلوس؟ هل رجال الاعمال المخلصين من عائله العدل وغيره اللي بيشجعوا الزمالك هيدعموا الزمالك؟ هل كابتن حسين لبيب هيفضل قاعد بيتفرج على نادينا وهو بيغرق ومش عارف يتصرف؟ هل مرتضى منصور وممدوح عباس مبسوطين بالمشهد ده ولا متضايقين شمتانين ولا غيرانين؟ الله اعلم. اللي اعرفه ان انا راجل مشجع شايف ناديه ما فيهوش لعيبه، وحرفيا اكني بتفرج على نادي الشعله اللي احنا كنا بنتفرج عليه مسلسل وبنتريق، لا احنا حرفيا لمين مع كامل احترامي يعني شويه لعيبه كده نكمل بيهم الفرقه نلعب بيهم. هارد لك يا جمهور الزمالك العظيم، لنا الله في حرقه الدم وقله القيمه اللي احنا عايشين فيها، ومن حق جمهور الاهلي يفرح، فمالناش دعوه بجمهور الاهلي، خلينا نركز في نادينا ونبطل خيره بقى، نسيب جمهور الاهلي يفرح ونركز في الخاره اللي احنا عايشين فيه. كان معكم الفيرود ومن غير سلام.